ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا جيت، عاملين ايه يا شباب؟ طبعا تلات ارباع اللي هيشوف الفيديو ده هيبقى مش عارف انا مين واول مره يشوفني، فخليني اعرفكم بنفسي في الاول. وبالمناسبه الفيديو ده هيبقى زي مقدمه كده او انترو للقناه، هيفضل موجود عشان اللي يرجع لاول فيديو في القناه اللي هو ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو، يلاقي فيه كل حاجه هو حابب يعرفها عني، او مش كل حاجه يعني قوي يعني، بس هو يعرف انا مين. فخليني بقى ابدا معاك من الاول خالص. واكيد اول سؤال هيجي في بالك اول ما تشوف القناه او الشانل دي وهتشوف اسمها، هتقول هو ليه اسمه ايرور خالد، او ايه الاسم ده، او الاسم ده جه منين. فخليني بقى افهمك من الاول كده ليه اسم القناه كده، او ليه انا اخترت الاسم ده لنفسي، او ليه اخترت الاسم ده للقناه. المهم انا هفهمك ليه. الموضوع كله بدا في مره في 2018 مثلا او 17 او 19 حاجه في الرينج ده. كنت بلعب انا ومجموعه من صحابي فورتنايت، اكيد معظمكم هيكون عارفها يعني. في يوم من الايام قلنا ايه، يلا بينا نعمل زي اسم يعني، او يكون فريق او زي كلان لينا، بحيث ان كل واحد فينا يحط كلمه قبل اسمه ونبقى كلنا ايه كاننا فريق واحد، عيال صغيره بقى وكده. فقمنا ايه اخترنا اسم ايرور ده، كل واحد فينا حاطط ايرور قبل اسم. جميل لحد هنا. وقعدنا بقى نلعب اللعبه بقى كتير لمده مثلا 3 4 سنين. وبعدين طبعا كبرنا، اللي انشغل في شغل، اللي ساب اللعبه، اللي بطل يلعب، اللي فقد الشغف. فكله بقى بدا يسيب اللعبه، كله بدا يمشي، كله بدا يغير اسمه، الا مين؟ العبد لله عجبه الاسم فلزق فيه. فبالتالي بقى ايه ايرور خالد. في ايرور ثاني، كان في ايرورات كتير، بس كلهم ايه سابوا الموضوع ده وعقلوا ورثيوا وغيروا اسمه، الا زي ما قلت لك مين؟ العبد لله بس. فالاسم لزق فيا فبقيت ايه ايرور خالد. طبعا يعني طبعا بديهي جدا ان انا اسمي الحقيقي خالد، دي حاجه طبيعيه. فانت ممكن تقول لي يا خالد عادي جدا وسيبك من الايرور خالص اللي في الاول. فبس كده، دي كانت حكايه ايه اسم القناه. تاني حاجه، عندك كام سنه يا عم خالد؟ عندي 24 سنه. ده برضو سؤال تاني فضولي هيجي في بالك، صح ولا مش صح؟ جه في بالك، اكيد جه في بالك. وبالمناسبه على فكره عشان تبقى فاهم ومركز معايا، انا كنت بدات قبل كده اليوتيوب برضو، بس كان مثلا في 2020 وفضلت مثلا بتاع سنه بس. طبعا ما كملتش كالعاده. ليه؟ عشان انا شخص بس ان شاء الله المره دي هتكون مختلفه غير المره اللي فاتت. ناوي باذن الله اكمل، والبدايه من هنا. وان شاء الله على مدار السنه الجايه دي هنشوف هل كان في التزام ولا مفيش التزام. وناوي ان شاء الله انوع في المحتوى، ويكون في محتوى مختلف في كل حاجه، في جيمنج، في رياكت. وبرضه هرجع تاني واقول لك عشان الفضول اللي هيجي لك دلوقتي، انا في رابعه جامعه. المفروض طبعا اكون مخلص بقالي سنه او سنتين، بس انا برضه ما خلصتش لسبب ان انا نفس السبب برضه اللي انا وقفت عشانه اليوتيوب، وهو ان انا. ونيجي للسؤال رقم 3 الفضولي اللي هيجي لك برضه، انت منين يا خالد؟ انا من القاهره عادي جدا. نيجي بقى للموضوع الاكثر تشويقا، اللي هو ممكن محدش يبقى مهتم فيكم فيه، بس انا حابب اقوله بالعافيه عشان انا حاجه عجباني او حاجه انا عملتها كويسه. وهو ان انا كنت تخين جدا 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 جدا. كنت اتخن من كده بكتير، جدا. وكنت كسول جدا. فبالتالي طبيعي بديهيا اكيد لما ابدا يوتيوب مش هكمل. اكيد لما ابدا اعمل اي حاجه في حياتي مش هكمل. ليه؟ كسل، واحد تخين كسول ما بيعملش اي حاجه، فاكيد. فده كان شكلي من حوالي سنه بالظبط تقريبا. ولكن الحمد لله قدرت اغير الشكل ده للشكل اللي انتوا شايفينه ده، الحمد لله بفضل ربنا يعني. فطبعا السؤال الفضولي اللي هيجي لك دلوقتي وانت بتتفرج اهو، انا شايفك انت قاعد بتتفرج بتاكل، او قاعد بتتفرج ما بتعملش حاجه، او مشغلني وبتلعب، او مشغلني وما مش عارف تعمل ايه، ماشي. فالسؤال الرابع اللي هيجي لك دلوقتي هيقول لك خسيت ازاي؟ صح ولا مش صح؟ تقعد تقول لي بقى يخرب بيت ارادتك، ده انت جامد قوي، ده انت ازاي خسيت ده كله مش عارف ايه. اقول لك لا، كل اللي انت بتقوله ده ايه هري. انا خسيت بعمليه عادي جدا، ولا كان في اراده ولا كان في اي حاجه. انا راجل كسول ماشي، بس عملت عمليه الحمد لله، و يعني نجحت معايا الحمد لله بفضل ربنا. وبصراحه زي ما قلت لكم فرقت معايا جدا. بس انا ما انصحش يعني، انا مش هقول لك اعملها ولا ما تعملهاش. اللي عايز يخس بدايت يخس بدايت، اللي عايز يعملها انا ماليش دعوه. وطبعا الفرق بين الصورتين دول مش عايز اقول لكم يعني، بس هو الفرق 63 كيلو. فاهم يعني 63 كيلو؟ في اشخاص اصلا وزنها كله 50 كيلو. فده فرق بين الصورتين دول 63 كيلو.
فيعتبر ده غير ده خالص، ده شخص غير ده. ففي النهايه بقى نخرج بره المواضيع دي كلها، واديكوا عرفتوا اسم القناه جه منين، او اسم انا يعني جه منين، عرفتوا سني، عرفتوا انا منين، عرفتوا موضوع التحول اللي حصل في شكلي، بكل طبعا بفضل ربنا الحمد لله. وفي النهايه خليني اقول لكم تاني عشان اكد على نفسي واكد عليكم ان شاء الله المره دي هتكون بدايه جديده في عالم صناعة المحتوى، ومش هوقف تاني ان شاء الله، وهيكون على الاقل في الاسبوع في فيديوهين او فيديو، يعني على الاقل هيكون في الاسبوع حاجة، هتشوفني في الاسبوع على الاقل مرة او مرتين، هيبقى على حسب بالمزاج، يعني ممكن تشوفني اكتر ممكن تشوفني اقل، فاهمني؟ فمش شرط مرتين يبقوا مرتين، ممكن يبقوا 3 عادي، ممكن يبقوا مره عادي، ممكن اسبوع ما تشوفنيش عادي، فهنبقى متفقين على الموضوع ده. وبس كده، لو انت وصلت معايا لحد هنا فانا حابب اشكرك على وقتك اللي انت ضيعته معايا، وان شاء الله في اوقات كتير جايه هنضيعها مع بعض. بس كده، فانا حابب اشكر كل واحد وصل لحد هنا في الفيديو، فسواء انت او انتي فانتوا الاتنين فوق راسي، ومع السلامه.